اهلا وسهلا بكم خياتي. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير وبصحه وبعافيه. اليوم خياتي راح نديروا اكله بزاف بنينه الفطور. ان شاء الله ديروها فطور في هذا رمضان، راح تعجبكم بزاف. هنايا في الكسرونه بديت بالحشوه اللي حندير بها الاكله هذه. انا خديت نص كاس تاع برغل، نقعته في الماء حوالي 10 دقائق وصفيته، اللي تقدروا تعوضوه بالرز. هنايا واش درت في الكسرونه، درت شويه زبده شويه زيت، وراح نقلي هذاك البرغل تاعي، البرغل الخشنه. البرغل تلقاوه عند اللي يبيعوا عندي سوبيرات يعني متواجد دركا. هنا بدلت شويه، ما حبيتش ندير الرز، نتوما تحبوا ديروا الرز تقدروا ديروا الرز. هنا عندي كركم زنجبيل فلفل اسود وشويه توابل دجاج. نتبل هذا البرغل تاعي، ومن بعد نضيف له الملح ونص مكعب مرق دجاج. اللي ما يحبوش، الناس اللي ما يحبوش يقدروا ما يديروش. وراني نقلي قد ما قليناه، يعني البرغل هذا راح يجينا بنين ويجينا مفركت. درت هنا فص تاع ثوم باش نكه البرغل تاعي، وراح نقطع عليه شويه قزبر ولا معدنوس، واكيد نملقوه بالماء سخون. هاد الحشوه لازم نخلوها تبرد تماما باش هكاك نقدروا نحشيو لي كويس دو بولي تاعنا بكل سهوله. يعني انا كنت خديت زوج تاع لي كويس، ديزوسيتهم، هما اللي راح نحشي بهم البرغل هذا. انا البول اللي درت به البرغل، درت به زوج كيسان تاع الماء سخون، لازم هنا يكون سخون. نخليه يغلي، بعد ما يغلي نقصوا النار ونخليه يطيب على نار قليله. بعد ما يطيب يعني نشوفوه، اذا صبناه مازالو يابس نقدروا نزيدوا له شويه ماء، صبناه طاب اللهم بارك. هنا في الكسرونه واش درت في المقله، درت شويه زبده ثاني، ندير لها شويه تاع لي شامبينيون اللي راح نقليهم، وهادو هما راح يكونوا القاعده اللي راح نديروا بها لاصوص تاع الطبق تاعنا. انا درت شويه فلفل كحل، نقليو لي شامبينيون تاعنا مليح باش هكا نحولهم هذيك الماده الحافظه اللي فيهم، وفي نفس الوقت راح نعطوهم ذوق. كما تعرفوا لي شامبينيون معلبين ما فيهمش بنه، فهاد التقليه هذه راح تعطيهم ذوق شباب. ومن جهه واحده اخرى البرغل تاعي طاب، خليته برد تماما، وجبت هذوك الكويس، هاد الكويس دو بولي اللي كنت ديسوسيتهم نحيتهم العظم قبل رمضان وكونجليتهم، يعني كنت جبتهم نهار من قبل حطيتهم لتحت في الفريجيدار. واش فيهم، نحيت لهم العظم عادي. تقدروا تقولوا اللي يبيع الدجاج هو ينحي لكم العظم. حكمت كركم زنجبيل فلفل اسود عكري وشويه ثوم وشويه زيت، وشويه موضه، دهنتهم كامل وخبيتهم يعني هكذاك متبلين. وراح نخلي لكم التتبيله في صندوق الوصف، ولا انتم تقدروا ديروا التتبيله اللي تحبوها ماشي مشكل. هنا في البول نحكموا بابي كويسون ولا بابي فيلم، نفتحوه نديروه في البول. نديروه في البول، نديروا هذيك لاكويس ونعمروها بهذاك البرغل اللي كان برد، ونغلقوا عليها، نغلقوا عليها مليح بالبابي فيلم. ومن بعد بعد ما نغلقوا عليها بابي فيلم راح نعاودوا لها بابي الومنيوم، نغلقوا نزيروا عليها مليح. هاي ليك شوفوا الطريقه كيفاش نزيروا عليها مليح، ومن بعد نزيدوا لها بابي الومنيوم. بعد راح نجيبوا البايركس ولا سنيوه، راح ندخلوهم يطيبوا في الفرن. كي نجيبوا ديك السنيوه تاع انا خديت بايركس تاع الدجاج، نحط فيهم هاد الكويس تاع البولي الزوج هادو. ندير لهم حبه تاع بصل تكون مقطعه شرائح، ورند زعتره، شويه زيت وشويه ملح والماء. هامليك الكويس تاعنا بعد ما طابوا. تحصلنا على هذا المرق الخفيف، وكي يكونوا يطيبوا اذا حسيتوهم خاصهم الماء تقدروا تزيدوا لهم شويه ماء سخون. انا قلت لكم بعد 10 دقائق بعد ما درتهم بالالومنيوم، جبتهم نحيت لهم هذاك الالومنيوم، نحيت لهم بابي فيلم وخليتهم يطيبوا ويزيدوا يتحمروا. قلت لكم هنايا كنت درت هذوك الحنوقه تاع الدجاج، درت لهم الرند زعتره، درت البصل شرائح، تحصلت على هذا المرق بهم، نصفيهم مليح.
نزيد هنا شويه ماء باش نزيد نتحصل على مرق اكثر. هاو المرق اللي تحصلنا عليه، شتو داك اللون شباب اللي تحصلنا عليه، يعني هو اللي رايحين نديرو به هذيك لاصوص شامبينيون تاعنا. نديرو لهنايا، نرجعها فوق النار وناخذ نص مغرف تاع فرينه. هاد الصوص بزاف هايل يعني رائع، تقدروا ديروا بزاف مع حوايج واحد اخرين. ناخذ قلنا نص مغرف تاع فرينه صغيره هكا، ونزيد لها شويه تاع الماء، حوالي 2 مغارف ولا 3 تاع الماء جست باش نحلها، ونضيفها فوق هذيك لاصوص شامبينيون بعد ما تغلي هكا باش تخثرها لنا، يعني تجينا اون صوص عقده باش نقدموها مع دوك لي كويس اللي حشيناهم بالبرغل. لي كويس تاع الدجاج نقدروا نحشيهم بزاف حاجات، بالخضره، بلا فيونداشي، بالروز، يعني كاين بزاف حاجات تقدروا ديروهم، لكن انا حبيت نديرهم بطريقه اقتصاديه لان كاين بزاف يديروهم بلا فيونداشي. فاليوم انا درتهم بالبرغل. شوفوا هذاك المرق تحصلنا عليه، غير زدنا له الفرينه، حكم روحه وعقد مباشره. نقطعوا عليه شويه معدنوس ونطفوا عليه. ولي كويس تاع الدجاج ماذا بيكم كي تجوا ديروا لي كويس تاع الدجاج محشيين، سيو ديروا دي كويس يكونوا كبار هكا يساعدوكم كي تجوا رايحين تغلقوهم. يكونوا صغار يعني رايحين يعذبوكم شويه. انا صراحه عذبوني شويه لانهم كانوا صغار. تشوفوا هنايا بعد ما طابوا درت هذاك المرق في الطبسي ودرت فوقهم هذوك لي كويس. تقدروا تقدموهم مع دي فريت. انا صراحه هذاك اليوم كنت درت لهم لي فريت تمشاو مليح مليح مع بطاطا مقليه اللي جاو روعه. هذا هو الطبق تاعنا اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. واللي ما حبش يدير لي كويس دو بولي كيما يقولوا هكا ديزوسي يعني مفتوحين، تقدروا ديروا حاجه واحده اخرى، يعني تقدروا ديروا لي كويس عادي بهم بعضهم وديروا الطبق، تكملوا الطبق هذا عادي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الطبق تاعنا اليوم. وين رضاكم دوك ما بقى لي غنقول لكم، نخليكم في امان الله والى الملتقى ان شاء الله. صحه فطوركم.